بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جايب لك حديث النهاردة من مكتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يعلمك انك تجعل علمك وعملك كله تبتغي به وجه الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. عرف الجنة اللي هو ريح الجنة. يعني ايه؟ يعني اللي بيتعلم العلم عشان يبتغي المظاهر الكذابة والمظاهر الخداعة، والشيخ فلان جه والشيخ فلان راح، ده مش هيشم رائحة الجنة. والله تعالى أعلى وأعلم. فاجعل علمك يبتغي به وجه الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ الحديث وانشره لعل غيرك ينتفع به. ما تنساش تصلي على حبيبك النبي، ولو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك، وبإذن الله هيعجبك. وصلي على حبيبك النبي في التعليقات. السلام عليكم.